السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جايين نتكلم في موضوع سريع كده. لأن النهاردة للأسف يوم المباراة، يوم ماتش الأهلي و إنبي. ويعني هو في 3 ماتشات النهاردة إن شاء الله. في الأهلي وإنبي، وفي سيراميكا وبيراميدز. والزمالك طبعا هيلعب سموحة. 3 ماتشات في نفس التوقيت. ضغطة أعصاب شوية، بس يعني خير. والواحد برضو متفائل بالخير يعني. خلينا نشوف هنروح لحد فين. جولة الحسم ممكن النهاردة تقدر تحدد مين خلاص أقرب للدوري. آه، جولة المفاجآت لعل وعسى يحصل فيها مفاجآت كتير. وده توقعي الشخصي يعني. ما تعرفش الدنيا رايحة لحد فين، وما تعرفش مين هيعمل ايه، وما تعرفش القدر مخبي ايه، ورجولة اللعيبة ايه. انا بس عندي رجاء من جمهور، عفوا من جمهور، من لعيب النادي الاهلي. عندي رجاء كبير من لعيبة النادي الأهلي إن نلعب بنفس الأداء اللي لعبنا بيه قدام نادي الزمالك رجالة في الماتشين دول. ونسيبها تيجي زي ما تيجي يعني. احنا محتاجين نلعب بنفس الأداء الرجولي اللي لعبنا بيه آه، قدام نادي الزمالك. ونسيب اللي جاي بقى للي جاي يعني. احنا بقى ما نقعدش نشغل دماغنا بمين عمل ايه. العب لنفسي يعني، انا العب اكسب لنفسي. تمام. فده رجاء من لاعبي النادي الاهلي طبعا. امتعونا في ماتش الزمالك زي ما اتكلمنا قبل كده. بس النهارده يعني انا مش حابب ان انا اطول عليكم في موضوع تشكيل وتوقعات. يمكن القايمة بتاعت النادي الأهلي بتاعت ماتش النهاردة الإنبي جت إن فيها محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم، محمد شريف ومحمد شكري، ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وهادي رياض وإمام عاشور وألي دونج وأحمد السيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وعمر معوض. طبعا بيغيب الإصابة محمود حسن تريزيجيه، ربنا يرجعه بألف سلامة إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم كده كورة فنيات. آه، مين الأنسب أو إيه التشكيل الأنسب اللي ممكن نبدأ بيه النهاردة قدام إنبي؟ طيب أنا من وجهة نظري إيه التشكيل الأنسب اللي ممكن نلعب بيه النهاردة؟ آه، أنا بفضل أبدأ بمصطفى شوبير. طبعا محمد هاني باك يمين، أحمد نبيل كوكا باك شمال. في 2 في النص. هتتكلم بقى انت ان ياسين مرعي جنبي مين عشان ياسين مرعي اشول فيلعب ناحية شمال؟ لا، انا عايز النهارده الاتنين، ياسر ابراهيم وعايز هادي رياض. افهمها زي ما تفهمها. هتقولي طب ما هو واحد على اليمين عشان ايمن، واحد على الشمال عشان ايسر او بيلعب برجليه الشمال او الكلام ده كله. لا، انا عايز الاتنين بيلعبوا برجليهم اليمين. انا ما عنديش حاجه اسمها كده. ما عنديش حد لعيب اسمه بيلعب برجليه اليمين فيبقى يمين، ويلعب برجليه الشمال يبقى شمال. ما عنديش انا الاوبشن ده. انا عندي حاجه اسمها ان انا عندي لعيب لو قلت له العب فيرود العب، لو قلت له اقف جون بيقف، لو قلت له العب باك شمال بيلعب، لو نص الملعب بيلعب. لكن انا ما عنديش فكره ان عندي ياسين مرعي اشول هيلعب ناحيه شمال. لا، انا بتمنى ان يبدا النهارده هادي رياض، وجنبيه طبعا كابتن ياسر ابراهيم. آه، فده خط دفاع النادي الاهلي بحارس المرمى. يلعب قدامهم 2. طبعا مروان عطية لا غنى عنه لا بديل عنه. راجل بيأدي 100% صح، 100% أداء رجولي، 100% كرة مظبوطة، استحواذ، ضغط، قطع كرة، تمريرات، كل حاجة ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. عند مروان عطية مظبوطة يعني. فألعب مروان عطية جنبه أليو ديانج. ودي حاجة ممكن ناس كتير تعترض عليها ان الاتنين ما يلعبوش جنب بعض. لا، يعني النهارده محتاج ان الاتنين يلعبوا جنب بعض. يلعب مثلث طبعا مع دول عادي. فوقهم امام عاشور. عندي اشرف بن شرقي ناحيه الشمال، حسين الشحات ناحيه اليمين. وحسين الشحات
مش بديل، واشرف بن شرقي مش بديل، وده اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت او الفيديو اللي فات. يعني ان الاتنين ما ينفعش حد فيهم يكون بديل، الاتنين اساسيين، الاتنين الاتنين في حالتهم. فانا العب اشرف بن شرقي ناحية شمال، حسين الشحات ناحية اليمين، وهلعب بطاهر شادو سترايكر او سترايكر صريح، لان انا للاسف ما عنديش سترايكرز خالص في النادي الاهلي يعني. فانا محتاج طاهر برضو، طاهر بيعافر، بيخبط، يعني بيحارب على كل كوره كده. فانا محتاج الرجوله بتاعه طاهر النهارده، والاداء شويه الخبطات بتاع طاهر دول. طيب دي كانت فقره التشكيل. نيجي فقره بقى، فقره التوقعات. وخدها مني، ومش عايز افتح صدري قوي واقول لك ما تراجعش ورايا، بس خدها مني وما تراجعش ورايا. الزمالك وبيراميدز في فريق منهم هيتعادل ماتشين، وفي فريق منهم على الاغلب هيخسر ماتش وهيتعادل ماتش. مين هو؟ ماليش دعوه. مين هيخسر الماتش، مين هيتعادل الماتش، ماليش دعوه. مين هيتعادل الماتشين، ماليش دعوه. توقعي الشخصي، وتقدر تقول غير ان هو توقع، تقدر تقول ان هو تمني ان ده يحصل. فده توقعي الشخصي لمباريات الزمالك وبيراميدز المتبقية في الدوري. الزمالك او بيراميدز، واحد فيهم هيتعادل ماتشين، والتاني هيخسر ماتش وهيتعادل ماتش. وان شاء الله النادي الاهلي هيفوز بالماتشين المتبقيين ويصبح بطلا للدوري. طيب انا بقول ده ليه؟ بقول ده عن يقين ان اكيد الفرقتين التانيين واقعين بدني. المعنويات مرتفعة جدا 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 في النادي الاهلي بعد الفوز على الزمالك بثلاثية. كانت المعنويات في الارض بعد ماتش بيراميدز، النهارده المعنويات فوق. فانت داخل الماتشين، ماتش انبي وماتش المصري، حياة او موت، حياة او موت. ولكن بكرر كلامي تاني، النادي زمالك ونادي بيراميدز الاتنين في الجولتين، في الجولات الأخيرة، آخر جولتين من الدوري المصري عام 26، واحد فيهم هيتعادل الماتشين هيصبح 52 نقطة. واحد فيهم هيتعادل ماتش ويخسر ماتش فيصبح 51 نقطة. الأهلي إن شاء الله هيكسب الماتشين ويصبح 53 نقطة، ويتوج بطلا للدوري، ويتسمى دوري المعاناة. وهنرجع ان شاء الله للكلام ده بعد ما ده يحصل. بس انا خلصت كلامي علشان ما اطولش على حضراتكم. نتقابل بعد الماتش ونشوف الكلام هل هو صحيح ولا مش صحيح. شكرا، والسلام عليكم.